السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الأيام بالخير والصحة يا رب. شايفين الفول وجماله ولا لونه بقى حكاية وريحته جميلة جدا. هتعملي بالطريقة دي طريقة سهلة وبسيطة خالص. تعالى اقولك انا عملته ازاي. اول حاجة جبت نص كيلو من الفول، نقيته، شلت اي فولة فاضية او في اي شوايب، غسلته مرة واتنين وبدأت ان انا انقعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقعه ليلة كاملة. بعد ما نقعته ليلة كاملة طبعا الفول حجمه تضاعف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت. شايفين الشكل والجمال بتاعه. هبدأ ان انا بقى ابدأ ان انا اصفيه واغسله كويس جدا واصفيه برضو من المية وما اخليش فيه مية تاني، وزي ما انتوا شايفين كده هجيب الفوالة بتاعتي وانزل بنص كمية الفول. اهم حاجة ان انا بنزل بنص كمية الفول زي ما انتوا شايفين كده. ما بنزلش بالفول كله. ليه؟ لان انا بحب اعملها زي طبقات. نزلت بنص كمية الفول، وجبت نص كوباية من العدس غسلته كويس جدا، وبدأت ان انا صفيته، وبدأت ان انا انزل بنص الكمية برضو زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بنص الكمية. يكون معايا جزراية حجم كبير مقشراها وبشراها بالشكل دوت. هنزل برضو بنص الكمية بتاعتها، وزي ما اتفقنا ان احنا هنعملها طبقات. بعد كده هجيب بقية الفول بتاعي وهنزل بيه في الدماسة، وانزل بالعدس برضو بتاعي والجزرايه اللي انا قلتلكوا عليها بقيه الكميه بتاعتها. لو ما عندكيش دماسه مفيش اي مشكله، ممكن تعمليه في حله، ممكن تعمليه في حله ضغط اللي متوفر عندك واللي موجود. مشي نفسك بيه، ما تعطليش نفسك على حاجه. بعدها بقى جبت، بعد ما حطيت الفول والعدس والجزر، جبت معايا طماطمايه حجم وسط، مش كبيرة قوي زي ما انتوا شايفين كده، حجم وسط خالص. قطعتها 4 تربع وحطيتها على الفول والجزر بتاعي. وجبت ليمونة حجم كبير، يعني الليمون بتاعي كان حجمه كبير، نزلت بليمونة واحدة. لو الليمون بتاعك حجمه صغير انزلي بليمونتين، وانزلي بالقشر بتاع وحطي القشر بتاعهم، يعني بعد ما تعصريهم انزلي بالقشر مفيش اي مشكلة. والطماطم ممكن تبشريها مفيش برضو اي مشكلة. بدأت بقى ان انا ازود المية بتاعتي. المية بتاعتي اهم حاجة ما تكونش كتير ولا تكون قليلة قوي، وتخلي فيه فراغ ومساحة عشان خاطر لما الفول بتاعك يغلي. لو الفول بتاعك غلى وانتي مالية الفوال على الاخر هيفور وهيبهدل الدنيا معاكي وهيبقى مضايقك. لا، انا حطيت كده المية زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، وسايبة مساحة عشان الفول لما يغلي ما يفرش ويبهدل لي الدنيا وهيبقى يعني الشكل مزعج بالنسبة لي. بعد بقى ما عملت كده هسيبه ان هو يغلي كويس. شايفين المساحة زي ما انا وريتك كده بالظبط، ولا حطيت بقى كركم ولا بابريكا ولا اي حاجة. بص شايفين هو بيغلي ما بيفرش ولا بيعمل طشطشة كده ولا بهدل الدنيا ولا اي حاجة خالص. هبدأ بقى اول ما يغلي كده معايا غلوتين، يعني يغلو غلوتين حلوين، هبدأ ان انا اهدي النار خالص كأني بسوي رز. او لو عندك الشياطة بتاعة الرز مفيش اي مشكلة، ممكن تحطيها عليه. اول ما الفول بتاعي يدخل على سوا هبدأ ان انا اعمل الخلطة اللي انا هعملها دي. جبت نص كوباية من المية حطيتهم في طبق، وحطيت معلقة من النشا، معلقة كبيرة، معلقة واحدة كفاية، ما تزوديش اكتر من كده عشان الفول ما يختمش منك. نزلت بقى بمعلقة صلصة برضو كبيرة، يعني المعلقة كده تمليها هرمية، معلقة كويسة كده، وتبدأي ان انت تنزلي على النشا والمية وتقلبيهم كويس جدا. يعني تقلبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالراحه وانتي بتقلبي عشان خاطر اول ما النشا بينزل في الميه بيكتل او بيمسك كده، فبياخد وقت شويه عقبال ما بيدوب يبقى بالشكل ده. كده الخليط اللي معايا دوت هبدأ ان انا اخده واروح معايا على على الفول. الفول طبعا انا موطيه عليه وهو داخل على سوا خالص. هبدأ ان انا انزل بالخليط اللي انا عملته ده، وهبدأ ان انا اديله تقلبتين، يعني هديله تقلبتين واسيبه يكمل السوا. في الحالة دي ممكن انت تعملي ايه بقى؟ ممكن انت تشيلي الليمونة زي ما انا عملت، تشيلي الليمونة وقشرة الطماطماية تشيليها، تبقى سهلة خالص بالنسبة لي، مش هتضايقك في الاكل ولا حاجة. وكده الفول بتاعي كان استوى خالص، شايفين اللون وشايفين القوام بتاعه، اللهم بارك. حاجة كده جميلة، ولا تقولي بقى ضيفي رز ولا فول مدشوش ولا اي حاجة ولا الكلام ده كله. شايفين الفولية عاملة ازاي؟ مستوية خالص ما فيهاش اي غلطة، والفولة بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اضغط لك عليها ولا اي حاجة. الفولة اللهم بارك، اهم حاجة تجيبيها صغيرة بس كده، مش تاخد منك وقت خالص. امشي بالمكونات اللي انا عملتها ويطلع معاكي احلى شوية فول هتعمليهم. هنزله بقى من على النار
تمام. وهبدأ ان انا اقلبه كده تقلبتين. شايفين قوام الفول جميل جدا، ما يختلفش حاجة عن اللي بتجيبيه من بره، ولا اللون بتاعه. الكاميرا كمان ظلماه. قدمته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الجمال والحلاوة. تعمليه بقى بزيت حار وطحينة شوية ملح وليمون كده وكمون، يا اما تعمليه بطماطم برضو هيمشي معاكي للسحور جميل جدا. بصوا ولا اللون بتاعه تحفة. بصوا بقى اهو، انا كنت بوريكم برضو ان هو مستوي. انا بضغط عليه بالراحة، ما كنتش بضغط جامد خالص، بضغط بالراحة جدا. الفولاية مستوية على الاخر. متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.